داء الكلب هو مرض فيروسي قاتل. هو فيروس خاص بالحيوانات، الثدييات ردوا بالنا راه ماهوش كان الكلاب ولا القطاطس والثدييات الكل معناها مهم باش نعرفوا. لأن الثدييات الكل تعدي داء الكلب للبشر، أما خاصة هو الكلاب والقطط. أما مهم راهو مش كان الكلاب. باهي الطرق العدوى. الفيروس يكون في اللعاب نتاع الحيوانات اللي هما قلنا الثدييات ويتعدى للبشر، سواء عبر العض ولا الخدش ولا اللحس. دونك ثم 3 حالات الحيوان يعدي الفيروس للبشر، قلنا العض والخدش واللحس. علاش 3 حالات هذونا؟ باش لا قدر الله مواطن يعضه ولا يخدشه ولا يلحسه حيوان من الثدييات وخاصة الكلاب والقطط، يلزم يغسل بالماء والصابون على الأقل 4 ساعة، ومن بعد يمشي لأقرب مركز تلقيح يلقح. وحتى كي يلقى مركز التلقيح معبي يصبر، راهو ما عنده حتى حل باش يحافظ على حياته. وحاجة أخرى، يكمل البروتوكول كامل. لهنا العلامات اللي تظهر عند الحيوانات هما بيدهم اللي يظهروا عند البشر. اما ردوا بين راهو العلامات هذون يظهروا في مرحله متاخره من، وكان ظهروا العلامات راهو ما عادش ثم حتى دواء. معناها الوقايه راهو تصير حلي واحد يعضه ولا يخدشه ولا يلحس حيوان. راهو كان ظهروا نعاود ونكرر، راهو كان ظهروا العلامات راهو من بعد الموت باش يكون حتمي. وشنو هما العلامات هذون؟ ثم حمى، صداع، صعوبه في البلع على خاطر يمس الجهاز العصبي، زيادة في إفراز اللعاب، وكوم اللي قلنا هو فيروس يمس الجهاز العصبي باش يعمل شلل جزئي ولا كلي. نعاود ونكرر راهم العلامات عند الحيوان كان ظهروا ولا عند الإنسان كان ظهروا راهو ما عادش ثم علاج. وعليه راهو داء الكلب حتى كالقول الوقاية خير من العلاج راهي ماهيش صحيحة. فما كان الوقاية، والوقاية هي أساسا تلقيح الحيوانات. خاطر كي تبدا الحيوانات بلقحة لا يقدر الله حتى كي يعضوا بشر ما همش باش يعدوا فيروس داء الكلب. والأهمية نتاع تلقيح الحيوانات تربحنا برشا فلوس، خاطر كي نلقحوا الكلاب والقطاطس ما نفوتوش 500 600 مليون. اما من بعد كي نبدو نلقحوا في العباد وكما اثبتت وزارة الصحة 22 و 23 نفوتوا حتى 6 مليار دولار، معناها 10 مرات أكثر مصاريف. ولذا يلزمنا وقاية. وين الوقاية؟ على الحيوانات، خاطر هو فيروس حيواني المصدر يصيب الثدييات، ما تماش فيروس نتاع داء كلب لدى البشر، راهو خاص بالحيوانات وينتقل للبشر. ولهنا مقاومة داء الكلب هي مسؤولية الجميع. أنا يلزمنا رانا الكل مسؤولين. علاش كل مسؤولين؟ خاطر هالمقاومة هذه تندرج في إطار صحة واحدة. مش معناها صحة واحدة، هو عمل تشاركي بين عديد القطاعات على المستوى المحلي الجهوي الوطني والعالمي لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما معنى تعايش بين الإنسان والحيوان في بيئة سليمة. دونك لهناك اللوث البيئة. ماذا وش معناه اللوث البيئة؟ الناس خرجت الفضلات من غير وقتها بعد ما يتعدى كميون البلدية تتكدس الفضلات وتكون سبب من أسباب تكاثر الحيوانات السائبة، ما بيناتهم الكلاب والقطط اللي هم لا قدر الله يمرضوا بالكلاب بينجموا يعدوا للمواطن. وما ننسوش راهو ثم أمراض أخرى تنقلها الحيوانات كما الليشمانيوز والكيستيداتيك. وما ننسوش تكاثر البعوض منهم الناموس اللي نقل عدة أمراض من الحيوانات للبشر. دونك نظافة البيئة هو مهم في إطار صحة واحدة باش نحافظوا على الصحة البيئية، نراقبوا هاك التكاثر الكلاب السائبة. أول نقطة المراقبة تاع التكاثر السائبة هو بيئة نظيفة. وكيف كيف الكلاب الحيوانات الكل يلزم تكون ملقحة. علاش يلزم تكون ملقحة؟ على خاطر عندنا قانون واضح وصريح في تونس اللي هو القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005. والفصل 26 فيه واضح وصريح يقول لك تكتسي مقاومة الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب الصبغة الإجبارية. معناتها نشوفوا وش معناها مرض خاضع لتراتيب في الفصل 27 من نفس القانون. أما راهي صبغة إجبارية. وشكون يتولى مقاومة الأمراض هذه؟ تتولى السلطة المختصة في مجال الصحة الحيوانية الإشراف على ذلك. يعني عندنا سلطة مختصة وحيدة اللي هي السلطة المختصة في الصحة الحيوانية، راهي تشرف على مقاومة
بصفة إجبارية للأمراض الخاضعة للتراتيب. مش معناها مرض خاضع للتراتيب هو مرض شديد العدوى ولا يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة ولا يمكن أن ينتقل إلى الإنسان كما مثلا الكلب والسل. والأمراض هذه مضبوطة بأمر اللي هو الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009، والمتعلق بضبط كما قلت قائمة الأمراض الحيوانية الخاضعة للتراتيب والإجراءات العامة لمقاومتها، خاصة الفصل 5 و6 و7. وكيف كيف أبار الأمر هذه على خاطر إجراءات عامة في الأمر، ثم في قرار مشترك اللي هما قرار نتاع السادة الوزراء الفلاحة والصحة والداخلية، اللي القرار هذا يعطينا الإجراءات الصحية الخاصة الواجب اتخاذها لمقاومة مرض الكلب. والفصل الأول من القرار هذا وش يقول لك؟ يقول لك كل كلب يتجاوز سنه 3 أشهر ومهما كان مكانه يجب تلقيحه. هنا وجوبية التلقيح، دونك التلقيح راهو مهم برشا. لو الناس الكل تتساءل علاش المرض هذا كثر، علاش رجع، على خاطر صارت إشكالية في التوكيل الصحي من سنة 2022. التوكيل الصحي هو تكليف من الدولة لتلقيح القطيع ضد الأمراض الخاضعة للتراتيب، منهم الحمى الملطية والحمى القلعية والجدري وداء الكلب. كيفاش كان صاير؟ هم الأطباء البياطرة الخواص يلقحوا أغلبية الأمراض ويلقحوا نسبة باهية من داء الكلب، خاصة في الأماكن الصعبة في الأرياف. يبقوا الزملاء في الإدارة يعملوا حتى حملتين في العام. توكي صارت إشكالية في التوكيل الصحي، ما عادوش هم متلهين بتلقيح داء الكلب، وهذاك ليش الله يرحمهم 9 عباد 2024 وأكثر من 230 حيوان و24 مجال مش لحد 15 حد نقولوا حد اليوم 19 أوت راهم 9 عباد الله يرحمهم وأكثر من 230 حيوان. احنا كنا قد حذرنا 23 وقت اللي ماتوا 6 عباد وأكثر من 355 حيوان، قلنا كان مانيش نصلحوا التوكيل الصحي ورانا باش نتحطوا في أمر ما هوش مريح وباش يمس أمننا الغذائي وصحة المواطنين. خاطر نذكر 60% من الأمراض لدى البشر الفيروسية والطفيلية منقولة من الحيوان حسب المنظمة العالمية للصحة. واقترحنا أيضا باش لما لا يكون ثم توكيل صحي خاص بداء الكلب وتوكيل صحي خاص بالسل. احنا اقترحنا باش يكونوا نحسنوا، الله غالب صارت إشكاليات وديجا التوكيل الصحي ما عاد صاير اللي هو تنصص عليه المنظمات العالمية، منهم المنظمة العالمية للصحة في إطار صحة واحدة، وهو المحور الثالث يقول لك الشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص، وينص يقول لك الشراكة هذه لازم تكون في صالح الدولة. الله غالب تمست الشراكة هذه وضعفت وتنحت، وهكا ليش وصلنا لوضع كارثي. ونذكر الشراكة هذه 2009 مثلا في تونس سجلنا صفر حالة من داء الكلب لدى البشر، على خاطر كان ثم شراكة فعلية وفعالة. اللي عنده حيوان في الدار يعني كل فترة قديش لازم يلقحوا؟ بداية من 3 شهور ومن بعد يلقحها كل عام مرة في العام.